امرأة تقبل رجلا يصلي في الشارع. شاهد ماذا حدث. سبحان الله. قبل البدء بالفيديو صلي على النبي ولا تنسى الاشتراك بالقناة. في أحد الأحياء الهادئة كان يعيش شابا اسمه عبد الرحمن، عرف بين الناس بخشوعه في الصلاة وصلاح قلبه وابتعاده عن مواطن الفتنة. لم يكن غنيا ولا صاحب جاه، لكنه كان يملك ما هو أثمن: قلبا نقيا يتقرب إلى الله في كل صغيرة وكبيرة. كان الناس يقولون عنه: ذاك الشاب ما رأيناه إلا بين المسجد والبيت. وفي الجهة المقابلة من بيته سكنت امرأة تدعى ليلى، شابة في العشرينات من عمرها، جميلة المظهر، لكنها كانت تحمل في داخلها فراغا كبيرا، فقد عاشت حياتها في لهو وزينة ظاهرية تنتقل بين المرايا بحثا عن رضا الناس، لكنها لم تجد يوما راحة في قلبها. وذات مساء بينما كانت تنظر من نافذة بيتها رأت عبد الرحمن خارجا إلى صلاة العشاء. كان يمشي بخطوات مطمئنة، عيناه إلى الأرض وهيئته تفيض وقارا. شعرت بشيء غريب في قلبها، خليط بين إعجاب وفضول، ومنذ تلك الليلة بدأت تراقبه من بعيد كلما خرج إلى المسجد. ومع مرور الأيام لم يعد الأمر مجرد فضول، بدأ الشيطان يزين لها الفكرة: اقتربي منه، هو رجل مثل غيره، ستغوينه كما أغويت من قبله. ترددت في البداية، ثم غلبها ضعفها فخططت أن تختبره، أو هكذا أوهمت نفسها. وفي صباح يوم بارد حين خرج عبد الرحمن إلى فناء بيته بعد صلاة الفجر، وجد ليلى تقف عند بابه تتظاهر بأنها تطلب مساعدة بسيطة. كانت ترتجف قليلا، ربما من البرد وربما من اضطرابها الداخلي. قالت بصوت خافت: يا عبد الرحمن، هل يمكنك أن تساعدني؟ لدي أمر عاجل في البيت. رفع بصره للحظة ثم خفضه بسرعة، وقد أدرك المقصود. لم يجبها بحدة بل بلين مؤمن صادق، وقال: يا أختي، استعيني بالله ولا تجعلي الشيطان بابا يدخل منه إلى قلبك. إن كنت تحتاجين شيئا من أمور الدنيا فاذكريه صراحة أمام الناس، أما إن كان في الأمر ريبة فخير لك أن تغلق الباب قبل أن يغلق قلبك. تجمدت الكلمات على لسانها، لم تتوقع رده بهذا الهدوء واليقين. كان صوته يحمل هيبة غريبة، كأن كل حرف منه يوقظ شيئا كان نائما في داخلها. حاولت التماسك وقالت: أردت فقط أن أرى هل أنت حقا كما يقول الناس؟ ابتسم عبد الرحمن ابتسامة حزينة وقال: ومن أنا حتى أختبر؟ إنما الله يختبرنا جميعا كل يوم بما نحب ونخاف. يا ليلى، لا تجعلي من نفسك سببا في فتنة أحد. إن الجمال نعمة، لكنه قد يصبح نقمة إن لم يسطر الحياء. سكتت وأغرقت عيناها بالدموع. كانت كلماته كسهام أصابت موضع الجرح الذي طالما حاولت أن تخفيه. شعرت بخجل عظيم من نفسها، من تصرفها، ومن بعدها عن ربها. عادت إلى بيتها بخطوات ثقيلة، أغلقت الباب وجلست تبكي طويلا. كانت دموعها المرة الأولى علامات توبتها. وفي تلك الليلة لم يزرها النوم، بل ظلت تنقلب بين آيات سمعتها من المسجد القريب، وصدى صوته في أذنها وهو يقول: الله يختبرنا جميعا. وفي الصباح التالي سمعت الآذان وشعرت بشيء يدعوها أن تقوم. توضأت لأول مرة منذ شهور وسجدت لله سجدة طويلة سالت فيها دموع التوبة. ومن ذلك اليوم تغير حالها، واستبدلت زينتها بالستر ولهوها بالذكر. أما عبد الرحمن
فلم يعلم شيئا عن قصتها بعد ذلك. لكنه في إحدى الليالي رأى من بعيد امرأة تمشي إلى المسجد النسائي القريب في ثوب محتشم ونورا على وجهها. عرفها لكنه لم يتكلم. ابتسم في قلبه وقال في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واهدني إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعل الإيمان أحب إلي من الدنيا وما فيها، وازرع في قلبي نورا لا يطفئه ذنب، ويقينا لا تزعزعه فتنة. اللهم ارزقني الثبات في القول والعمل وحسن الخاتمة عند الممات. اللهم إن قلبي بيدك فقوه بطاعتك، وطهره من الرياء والنفاق، واملأه بحبك وحب نبيك. اللهم اجعلني ثابتا عند البلاء، شاكرا عند الرخاء، خاشعا في الصلاة، صادقا في السر والعلن. اللهم وجه قلبي إليك، وأعني على نفسي، واصرف عني الفتن ما ظهر منها وما بطن. دعاء الثبات على الدين. اللهم ثبتني على الحق حتى ألقاك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وامنحني قوة أقاوم بها نفسي، وصبرا أتجاوز بها ابتلاءاتي، ويقينا لا تهزه الأيام. اللهم اجعلني من الثابتين في زمن الفتن، ومن المتمسكين بحبلك المتين، ومن السائرين إلى نورك إلى يوم الدين. دعاء الهداية والنور. اللهم اهد قلبي إذا ضل، وردني إليك ردا جميلا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. اللهم دلني على الخير، واصرف عني طريق الشر، واغسل قلبي من غشاوة الغفلة، وأحيه بذكرك وطاعتك. دعاء قصير وجميل. يا الله، ثبت قلبي على محبتك، ولا تجعل الدنيا أكبر همي، ولا الفتنة تزيغ بصري عن رضاك. اللهم اجعل لي في كل خطوة نورا، وفي كل قرار توفيقا، وفي كل لحظة قربا منك. دعاء في وقت الضعف. يا رب، حين تضعف نفسي قوها بذكرك، وحين تتوه خطواتي ردني إليك، وحين أخطئ سامحني برحمتك. اللهم لا تتركني لنفسي طرفة عين، وكن معي في كل حين، فأنا لا حول لي ولا قوة إلا بك.